واحدة بعتتلي في الكومنتات زي ما انتوا شايفين كده، بنتي ودانية وبيقولوا عليها بتنقل الكلام. طب ايه الحل؟ يلا بينا نشوف الحل. هقول لكم عن أسوأ العادات اللي ممكن تكون موجودة في الأطفال واللي لازم ما نسكتش عليها كأهل وتتحل على طول. يعني ما نتغاضاش عنها ونقول لما يكبر كده هيبطلها، لا، من وهو صغير كده العادة دي بالذات لازم الأهل يقفوا عندها، ولازم يكون في عقاب ويكون في حساب عشان الطفل من وهو صغير يبطلها، لأن لو كبر على نفس العادة هتبقى مشكلة كبيرة جدا، وهي عادة نقل الكلام. يعني لما يكون قاعد في حتة كده يسمع الناس بتقول ايه وبتتكلم في ايه، يرجع بقى مكان تاني او يرجع بين مامته وباباه او اي حد بقى اصحابه بيتكلموا، يروح من ده ياخد الكلام من ده يوديه لده. دي عادة طبعا سيئة جدا جدا جدا، ولازم يكون فيها وقفة للأطفال، ولازم الأطفال. طيب ايه الحل بقى؟ اول حاجة ان نعلم الطفل ان الحديث اللي بيتم داخل الاسرة الواحدة، يعني الكلام اللي بين ماما وبين بابا وبين اخواتنا جوه الاسرة، ده سر ما يطلعش لاي حد غريب. يعني ما ينفعش نسمع ماما وبابا بيتكلموا في حاجة اروح عند تيتا اقول لها والله ده ماما كانت قاعدة وقالت لبابا كذا كذا. ما ينفعش مثلا ان بابا واخويا بيتكلموا في موضوع اخد الكلام واقوم رايحه لماما اقول لها انت عارفه كانوا بيتكلموا في ايه، ده قال له كذا وكذا 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 وكذا. يعني اول حاجة نعلمه ان حوار الاسرة الواحدة ده سر ما يطلعش بره البيت. تاني حاجة بقى يتعلمها الطفل ان في فرق ما بين ان هو يحكي تفاصيل حياته الشخصية بتاعته هو، وان هو يحكي تفاصيل حياة الناس. يعني اما اقول انا لعبت في المدرسة، انا اتكلمت انا وصحابي، انا عملت كذا، غير لما يقول صحابي الاتنين كانوا قاعدين بيتكلموا وسمعتهم بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، او غير لما يقول اخواتي كانوا قاعدين بيتكلموا في موضوع وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا. فنعلمه ان في فرق، ان عادي ان الواحد يحكي تفاصيل حياته هو، انت بتتكلم عن حاجة شخصية تخصك انت، غير اما تتكلم عن حاجة تخص الناس. ما ينفعش نتكلم عن حاجة بتاعت حد او حديث سمعناه حد بيقوله بقى. وهو ان نخلي فيه حدود للحديث مع الاطفال. يعني ايه؟ يعني ما تخليش حد من الكبار يمسك الطفل كده، تيتا مثلا رايحين عندها تقول له هاي ابوك وامك في البيت كانوا قاعدين بيتكلموا عن ايه امبارح، فيبدأ الطفل يخر بكل حاجة. حبيبي هو مش بيعرف يفرق ما بين زي ما قلنا تفاصيل حياته الشخصية هو او تفاصيل هو سمعها او حديث هو سمعه. فلازم انت تبقي معرفة الطفل ده وعاملة حدود في الحديث مع الكبار. يعني انت ما تسمحيش لحد من الكبار مثلا ان هو يستجوب الطفل او يحاول يشد منه كلام ويعرف عنه اخبار، او يعرف منه يعني اخبار عنكم وكده. حتى انتي شخصية ما تعمليش كده. يعني ما تقوليش مثلا ايه لو الطفل راح مع باباه زيارة في حتة تقولي له ها عمتك الحرباية كده كانت قاعدة بتكلم ابوك في ايه، وتبدأي تسمعي منه الحوار كان ايه. انتي كده بتعلميه ينقل الكلام. رابع حاجة، وان الطفل الصغير ممنوع يقعد في وسط مشاكل عائلية او في وسط حوارات للكبار. يعني الجلالة ما تاخدكيش كده وانتي واختك قاعدين تتكلموا عن مشكلة ما، تبدأي الطفل يبقى قاعد، تبدأي تسردي بقى كده وتشتمي وتقولي والله فلان ده عمل كذا وكذا ومش عارفة ايه، وتتكلمي. هو يعني لا ادراكيا كده لما بيشوف الشخص اللي انتي كنت بتتكلمي عنه عقله بيعمل فلاش باك عن الكلام اللي قاله، وممكن يروح بعفوية جدا، عفوية الأطفال، إن هو يقول مثلا لعمه ده والله ماما كانت قاعدة يا وخالته قالت عليك كذا وكذا كذا امبارح، ده احنا امبارح جبنا سيرتك يا عم وافتكرناك لما ماما وخالته كانوا بيتكلموا وقالوا كذا وكذا وكذا. فما تتكلميش أصلا وما تفتحيش حوارات أو خلافات لو متخانقة مع حد قدام الأطفال. اخر حاجة بقى، وان هو ان لو لقيت الطفل بيعمل الحاجات اللي احنا قلناها دي، عمال ياخد كلام من هنا ينقل هنا ويودي هنا ويجيب كده، لازم يكون في وقفة للاهل. ما تقوليش ده عيل صغير مش فاهم حاجة اما يكبر بكرة هيبطل. لا، اللي بيكبر على اللي بيكبر على حاجة زي ما بقول او بيتعود على حاجة من هو صغير ما بيعرفش يبطلها، بيبقى راجل كبير وبشنبات بينقل كلام بين اصحابه بقى في الشغل بين قرايبه، بتبقى بنوتة وام وكل حاجة ومبتعرفش تعيش من غير ما تعمل حوار او تنقل كلام، او الموضوع بيتطور بقى، مش بس بتنقل الكلام زي ما هو، لا ده بتحط عليه بقى تحابيش وبتخرب الدنيا اكتر. فلازم الاهل اول ما يلاقوا الطفل عندهم بدأ ان هو يسمع كلام او يقول ده انا سمعت فلان قال او كده، ياخدوا موقف، سواء بقى بالعقاب، سواء بمنعه من حاجة بيحبها، فرجة على تلفزيون، اي حاجة، بس لازم ياخدوا موقف عشان الطفل يبطل العادة دي.